السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ رشيدة صبري. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة يا ربي امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. اليوم غادي ندير معكم واحد الاكله كتجي زوينه بزاف. تيديروها جداواتنا الله يرحمهم، مي تجي رائعه وصحيه. كما كتلاحظوا هذه البقوله اولا الخبيزه. عندنا واحد النسبة ديال البقولة، على حسب الافراد ديال الاسره. كتاخدي البقوله ديالك كتغسليها مزيان مزيان وتنشفيها وكتقطعيها مزيان. كما قلت لكم هاد الاكله كتجي زوينه بزاف، ما كنديروش فيها اللحم، ولكن غادي نديرو فيها واحد المكون رئيسي غادي حتى الاخر، وغادي نقولوا لكم غادي نزيدو في الاخر وتيدار في الاخر. مي كتجي رائعه صراحه. كما لاحظتوا حنا قطعنا الخبيزه كلها، تقطع هكاك بحال غطيبيها عاديه. من بعد غادي نزيد هذه قطعه ديال القزبور، قزبور ومعدنوس، وكما لاحظتوا كاينه البصله خضاريه واللفت الاصفر واللفت الابيض ومطيشه والحاره. غادي نقطعوا الربيع قزبر ومعدنوس بحال كما قطعنا الخبيزه ديالنا اولا البقوله. ايوا من بعد هاد الاكله اللي قلت لكم كتجي رائعه، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وراه غادي تعجبكم. هي صحيه وكتجي لذيذه، كتجي لذيذه. كما قلت لكم هاد البقوله تنديروها في باداز هي الذره كنفوروها وكنسقيو بها هاد البقوله ومع هذيك الخضر. كنديروا البقوله في البرمه ولا في انيه كما بغيتو، كنزيدوا عليها هذيك الخضره، نزيدوا عليها الخضره ديال البصله مقطعه، اللفت ومطيشه. صافي كنزيدوا هذا، كنديروا دابا العطريه، هذا الكركم، خرقوم، البصار، سكينجبير، السمن والملحه على حسب الذوق، وزيت الزيتون. طبعا ما نكثروش بزاف ديال زيت الزيتون، راهي كاس تبارك. من بعد كنديروا هذاك الخليط كله تيطيب في الطنجره، كنزيدوا عليه الماء كنخلوه تيطيب. هذه الذره من الاحسن تكون بلديه، كانت بلديه كتجي بنينه. من بعد كناخذوا هذه الذره كنسمدوها مزيان مزيان مزيان، كنديروا فيها الماء وكنبقاو نعركوا فيها بهذه الطريقه. انا طولت شويه الفيديو فيها باش تعرفوا كيفاش كتسمد هاد الذره، حيتاش صعيبه. دابا مع تبارك الله هاد المبتدئات ما غاديش يعرفوا ليها، داكشي علاش خليت انا الفيديو هكا كله نوريكم الطريقه. راه كتبقاي تسمدي فيها هكا بحال تدلكيها وكتزيدي الماء، ولكن عندك وديروا الماء بزاف تعجل لكم غير القياس. انا راني درت يعني كميه كبيره ديال الذره، داكشي علاش درت هذاك الماء كله. طبعا راه ماشي انا اللي كنسمد فيها، هاد السيده الله يعطيها صحيحتها هي اللي تتسمدها. دعوا معها مسكينه راها مريضه، الله يشافيها يا ربي امين. من بعد ملي كنسمدوها مزيان كنغربلوها باش نحيدو ليها هذاك التحربيل كله وكتجي رطبه. دابا ملي غربلناها بهذاك البوصيار، حيدنا داك هذاك الكليكمات هكا، درناهم دابا في الكسكاس باش غادي يفور. هاد السميده هذه اولا الذره كانت تفور 2 مرات صافي، كتفوريها مزيان في الاول كما لاحظتوا. دابا راه كما شفتوا البخار راه فارت مزيان، خليتها فارت مزيان. من بعد
غادي عاود نزيدو فيها الماء وغادي نعركوها مزيان باش تولي رطبه. كما كتلاحظوا انا كما قلت لكم راه ما قطعتش المراحل باش تشوفوا كل شيء، حيتاش كما قلت لكم هي شويه صعيبه في التسمات ديالها. كاين ما تعرفش ليها، ماشي بحال الكسكسو كتبقاي تدلكيها، ولكن ردي بالك ما تكثريش ما بزاف. كما لاحظتوا انا قلت لكم دايره كميه كبيره، داكشي علاش كندير هذاك الماء كله. تبقاو كتدلكوا فيها باش كتولي رطبه وكتجي ملي كتبداي تاكليها كتجي معلكه ماشي كتجي ناشفه. دائما كتزيدي دابا الملحه على حسب الذوق، طبعا على حسب القياس اللي انت عندك ديال السميده. كديري الملحه وكتبقاي كتسمدي فيها هكاك، كتعركيها كما كتلاحظي. السيده راها كتبقى سخونه، الا جاتك سخونه بزاف ديري هذاك الخشبه، ديري داك لاسباتو ديال الخشب هذيك دلكي بها. الا جاتك سخونه بزاف كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم، وما تنساوش تشاركوني في عندكم باش يوصلكم كل جديد. المهم انا ما تنديرش بزاف ديال الفيديوهات، ولكن كندير لكم شي حاجه اللي ما كتكونش بزاف تتعلموا ليها. بالنسبه للمبتدئات تبارك الله النساء تبارك الله حاذقين كلشي تعرفوه ما شاء الله عليهم. كما لاحظتوا دابا ملي سمدنا مزيان درنا فيها الماء غادي عاود نغربلوها باش تبقى رطبه ما تجيش هكاك فيها هذوك الكليكيمات. دابا غادي نديروها عند الفور. ملي غربلناها مزيان غنديروها الفور. كاتفور هو الاول، عاد نقول لكم المكون الاخير ملي حيتاش هذاك المكون الاخير دغيا دغيا ما خصناش يبقى يطبخ بزاف في البلول. دابا ملي كتفور كتغطيها، طبعا كتغطيها ومن بعد عاد كنزيدو الحليب. هذا هو المكون الاخير، هو الحليب بلدي ديال البقر. طبعا الا ما كانش عندك كنتي ماشي في الباديه غادي ديري الحليب الاخر ماشي مشكل، حيت انا هادشي درتو في الباديه. صراحه كتجي رائعه ولذيذه. طبعا راكي كتذوقي البلول كتشوفي واش خاصها شي حاجه، ونوصيكم خاص هاد السميده اولا الذره تبقى سخونه عندكم تبرد ليكم. خصو تكوني شويه خفيفه في ملي كتكوني كتسكي فيها باش ما تبردش، حيت الا مشات تبردات وسكيتيها ما كتجيش زوينه، كيولي البلول في جهه والسميده في جهه. تكوني شويه سريعه في التسقيه، والبلول خاصو يكون سخون مزيان مزيان مزيان. ايوا كنتمنى هاد الاكله تعجبكم. ما تيديروهاش بزاف ولكن كتجي رائعه صراحه، كتجي بنينه ورائعه. شتي كيفاش كتلاحظوا حتى البلول ما تيكونش كتير، تيجي خاتر مع داك الحليب، حيتاش خاصك تخلي البلول تتوكح عاد كتزيدي هذاك الحليب. ملاحظه البلول يوكح مزيان عاد تزيدي الحليب. كما لاحظتوا راه كتجي رائعه رائعه رائعه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وبالصحه والراحه.
وهي القصعة ديالنا غزالة من داكشي.